السلام عليكم. أحسن الله إليكم شيخنا. أرجو النصيحة لأخت. نعم، لأخت. من هذه الأخت هذه؟ أرجو النصيحة لأخت تمل من الحديث مع العاقد عليها، سواء في بيتها أو على الإنترنت، تحجج لكي تتركه، وربما تجلس مع صديقاتها أو تفعل أي شيء آخر مع أنه ملتزم ويحسن المعاملة معها. جيد، أرجو النصيحة. نعم، بارك الله فيك. فنحن بارك الله فيك يعني هو زوجها بارك الله فيك، عقد على هذه الأخت يعني العقد الشرعي، فعليها أن تتقي الله جل وعلا، وأن تحسن لهذا الزوج، وأن لا تتهرب منه، وأن لا تتهرب منه. نعم، لابد من حسن المعاشرة مع الزوج، لابد من حسن المعاشرة للزوج. نعم، كيف تمل يعني من زوجها؟ سبحان الله العظيم، هذا لا يعقل. بارك الله فيكم. مع العلم بارك الله فيكم أن القرآن والسنة دل على أن للزوج حقا مؤكدا على زوجته، فهي مأمورة بطاعته. نعم، وتقديم طاعة الزوج على طاعة أبويها وإخوانها، بل هو جنتها ونارها. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. نعم، والمرأة لا يجوز لها أن تصوم، نعم، وزوجها شاهد إلا بإذنه. نعم، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عندما علق على هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، قال: فإذا وجب على المرأة أن تطيع زوجها في قضاء شهوته منها. نعم، والحديث الذي رواه ابن حبان عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها إلى آخر الحديث، قال: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. هذا الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى بالصحيح الجامع. فنقول لهذه الأخت: اتق الله رب العالمين. نعم، وأن تلتزم بما أمرها به المولى جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم، أما مثل هذه الأفعال بارك الله فيك فهذه لا ترضي، هذه الأفعال لا ترضي المولى جل وعلا، لا ترضي المولى جل وعلا. وخاصة أن السائل يقول بأن الرجل يعني أو هذا الأخ الحمد لله يعني طائع لله جل وعلا، ملتزم بدينه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذا كان له الدين والخلق فلماذا تتعاملين معه بهذه الطريقة؟ فاتق الله رب العالمين، فاتق الله رب العالمين والتزمي بهذا الدين. نعم، وهذه الأمور تغضب المولى جل وعلا. نعم، فنصيحتي للأخت أن تعود إلى عقلها ورشدها. نعم،